السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي الأوفياء في فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين على خير وبخير وبكل الأحوال الطيبة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم أسهل وأسرع حلوى، مكونات اللي هي بسيطة اقتصادية متواجدة في كل بيت وبخليط واحد. غادي نخرجوا جوج ديال المذاقات، والأهم من ذلك أنها كتحضر في آخر لحظة. نتمنى تعجبكم وتتبعوا الفيديو من الأول حتى الأخير باش تعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. ما تنسونيش أخواتي من لايكات ديالكم ومن التشجيعات ديالكم، ونخليكم مع الوصفة ونتمنى لكم فرجة ممتعة. غادي نبداو بسم الله على بركة الله. غادي ناخذ هنا واحد البرتقاله اللي غسلتها جيدا، نشفتها وكنحك لها غير داك القشره الخارجيه فقط، ما نوصلوش لداك اللب الابيض لانه راه كيعطينا واحد المذاق اللي تيكون مر في الحلوى ديالنا. غادي نضيف 4 بيضات اللي تيكونوا بدرجه حراره المطبخ، قبيصه ديال الملح فقط من اجل تعديل الذوق، نحاول نحل البيض ديالي لان راه ضفنا له مباشره السكر سنيده، فالبيض راه كيتحرق وما غاديش تجي ناجحه معنا الحلوى. غادي نضيف دابا ما يعادل 150 غرام ديال السكر سنيده اولا ما يعادل كاس بقياس كاس العنبه. نحاول نخلطهم جيدا حتى نحسوا بالسكر سنيده دابنا مع البيض. وغادي نضيف ما يعادل 150 ملل ديال الزيت اولا كاس دائما بقياس كاس العنبه، كنعبروا كاس. غنخدمهم جيدا حتى نحصل على واحد الخليط اللي تيكون متجانس. وغادي نضيف هنايا راس معلقه ديال نكهه البرتقال، كتبقى اختياريه، الا ما كنتوش كتوفروا عليها فكتكتفوا فقط بداك القشره ديال البرتقال. غادي نضيف هنايا ما يعادل 2 كيسان او ما يعادل 200 غرام ديال جوز الهند اولا الكوك اللي تيكون من نوعيه جيده. من نختاروا الكوك اللي تيكون مازال فيه الزيت ديالو كيكون غليظ شويه، نقدروا ندوزو هكا في الطحانه كما نقدروا نخليوه هكاك، المهم يكون الكوك ديالنا من نوعيه جيده. غادي نضيف هنايا كذلك عندي ما يعادل 500 غرام ديال السميده، ما كنضيفهاش دفعه واحده فكنضيفها على دفعات كما كتعرفوا. فالسميده راه فيها بزاف ديال الانواع، كاينه اللي كتشرب وكاينه اللي لا. فانا هنايا ضفت 2 ديال الكيسان وغادي نخلط الخليط ديالي جيدا. وعاد غادي نضيف هنايا واحد الكأس ديال عصير البرتقال، فراه كيعطيها واحد البنه وواحد المذاق وواحد الهشاشه رائعه لهاد الحلوه ديالنا. فصدقوني فراه فاش كتكون كطيب هاد الحلوه راه الرائحه ديالها راه كتكون رائعه، كذلك في المذاق راه كتكون لذيذه بزاف. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات. غادي نضيف هنايا الكأس الثالث ديال السميد، وغادي نضيف ما يعادل 16 غرام ديال الخميره الكيماويه اولا 2 ديال الاكياس من فئه 8 غرام. الا ما كانوش كذلك نضيفوا 14 غرام او ما يعادل 2 اكياس من فئه 7 غرام. هنايا غادي نحيد داك المضرب اليدوي وغادي نستعمل فقط اليدين ديالي باش غادي نتحكم هكذا في القوام ديال الخليط. بالنسبه للكأس الرابع ديال السميد اولا السميده الرقيقه الخاصه بالحلويات فانا تنضيفو تدريجيا، وضعت نصف ديال الكأس وغادي نجمع وغادي نشوف واش مازال ناقصني اولا لا. كما قلت لكم بالنسبه للكأس الرابع راكم كتضيفوه تدريجيا. فهنايا باش نعرف الخليط ديالي واش راه هو هذاك ولا مازال خصو، كنقلب دائما باليد ديالي اللي ما كيكونش فيها الخليط. الا لقيتها مازال كتلتصق في الاصابع فانا كنزيد لها شويه، يعني خصنا نحصلوا على واحد الخليط اللي تيكون خفيف وفي نفس الوقت ما يكونش كيلتصق في اليدين. فانا كنظن هذا هو القوام ديال الخليط ديالي، راه ما غاديش نزيدو. تقريبا انا احتاجيت هنا نص كيلو قل هاد 2 معالق اللي بقاو لي هنايا في اسفل الكأس. غادي ناخذ هنايا واحد الاناء وغادي نقسم الخليط ديالي على 2. واحد الجزء غادي نخليه فقط بالنكهه ديال البرتقال
وبالنسبه للجزء الثاني فغادي نضيف ليه هنايا واحد 2 معالق اللي تيكونوا كبار ديال الكاكاو المر اللي سبق لي وغربلتهم جيدا. وغادي نحاول انني نخدم هذا الكاكاو مع الخليط ديالي جيدا حتى ينسجم. وفي هذه الاثناء هذه نخليها على واحد الجانب فقط واحد 5 ديال الدقائق على ما غادي نحضر السكر والصينيه اللي غادي نديرها فيها. بالنسبه للاخوات اللي غادي يسولوني على السكر اللي كيبقى شاد على الحلويات فانا كنستعمل هذا السكر اللي كيكون خاص بالحلويات اولا سكر كلاصي سبيسيال. فهذا هو اللي ضروري كنديروه في الحلويات ديالنا، المعلكه ديال الكاوكاو ولا ديال الكوك ولا بحال هاد الحلوات باش يبقى شاد عليهم. غادي نبدا نشكل الكويرات ديالي على هذا الشكل كما كتشوفوا. الخليط راه ما كيتشققش ما كتكسرناش، راه هاد الحلوه راه هي ديك ناجحه لذيذه سهله واقتصاديه. اخواتي الا كنتو مازالين كتشاهدوني حتى لهاد المرحله فإلا كنتم مازال ما اشتركتوا في القناة نزلوا للأسفل اشتركوا في القناة. كذلك ما تنسونيش من اللايكات ديالكم ومن الدعم ديالكم، وكذلك تخليوا لي التعليقات الرائعة ديالكم. غادي نحاول انني نشكل جيدا هكذا الغريبه ديالي كويرات وانني ندوزهم في هذاك السكر كلاصي جيدا كما كتشوفوا. كنوضعهم في الصينيه ديال الفرن. كنظن ان الطريقه راه هي ديك ساهله وواضحه، حتى المبتدئات ان شاء الله غادي يقدروا انهم يديروا حليوه اللي كتكون رائعه اقتصاديه وعلى قد الجيب. كما عودتكم انا في القناه ديالي راه دائما السهل والبسيط والاقتصادي، وبطبيعه الحال ما نساوش انه السماق والتاويل. وتا حنايا نحضروا واحد المائده ديال الافطار ديال العيد اللي كتكون راقيه باشياء اللي هي بسيطه وما كنتكلفوش فيها. بالنسبه للجزء الثاني فكذلك كنشكلوا كويرات. كنحاول انني ندوزو جيدا في داك السكر كلاصي حتى كنحس بلا الكويره ديالي راه هي ديك تلبست ليا جيدا بداك السكر كلاصي. كنوضعهم في الصينيه ديال الفرن. في هذه الاثناء الفران راني سخنته على درجه حراره اللي كتكون متوسطه. انا فقط غادي نطيب هذه الحلوه ديالي في الفرن ديال الغاز. غادي نحاول انني هكذا ندوزها جيدا ومن بعد غادي نوضع الصينيه ديالي ديال الفرن في الفران وغادي نخليها تطيب فقط ل10 ديال الدقائق، يعني ما نزيدولهاش اكثر من 10 ديال الدقائق هكذا باش ما تنشفش معنا الحلوه وتجينا قاصحه. قبل ما غادي ندخل الحلوه ديالي للفران فضروري هنايا ما كنقاد لها الشكل ديال الوجه ديالها. غادي نضغط عليها فقط هكذا بالاصبع ديالي واحد الضغطه اللي هي خفيفه وندخلها الفران. فاش ندخلها الفران نقص لها العافيه، نخليها لها اللي كتكون مهيله، نحسبوا لها 10 ديال الدقائق فقط ما نزيدولهاش اكثر ونهبطوها للاسفل هكذا باش تكثر اولا تحمر لنا من الوجه. نتمنى الاخوات ان جميع النصائح تكونوا استفدتوا منهم. وهذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا من بعد ما كطيب. فراه هي ديك كتجي رائعه، كتجي بنينه، كتذوب في اليد قبل الفم. اكيد هذه يعشقوها الضيوف ديالكم وهذه تحمروا بها وجهكم في المائده ديال الافطار العيد ان شاء الله. كنتمنى الاخوات الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. ما تنساونيش وما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم. كذلك تشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وبالصحه والراحه.